مساء الخير عليكم احلى متابعين. دي مش وجبه فرايد تشيكن جايباها من بره، دي وجبه فرايد تشيكن عاملاها في البيت. الفتره الاخيره اشتهرت مطاعم كتير بتقدمها، ولان مفيش حد يختلف على طعم الفرايد تشيكن وكلنا بنحبها. في الفيديو ده هتعرفي ازاي تعملي فرايد تشيكن باسهل طريقه باحلى تتبيله واخده شكل الكرانشي زي بتاعه المطاعم بالظبط. تابعي الفيديو للاخر وهتعرفي كل الاسرار. هنعملها في البيت بطريقه سهله وذكيه، هتطلع معانا زي اشهر المطاعم وكمان بتكلفه اقل. انا حبيت النهارده ان انا اقدمها لكم بدبابيس الدجاج، بتبقى طريه وبتستوي بسرعه وكمان بتبقى شكلها حلو. اول حاجه هبتدي احضرها المحلول النقع. محلول النقع ده هو اللي هيديني طعم حلو للفراخ من جوه. زي ما انتم شايفين ابتديت احط ميه وعصير ليمون وشويه توابل، هكتبها لكم في الديسكربشن الوصف. ومحتاجين نسيب دبابيس في التتبيله دي مش اقل من 3-4 ساعات، يعني بالظبط كل ما هنسيبها اكتر كل ما هتدي طعم احلى. كتير بيبقوا متخيلين ان الطبق الكرانشي اللي بتبقى على الفرايد دي هي اللي بتبقى صعبه ومكوناتها كتير، لكنها بالعكس خالص. هي شويه دقيق ونفس التوابل اللي احنا طعمناهم في التتبيله هنحطهم عليها. وهنا يمكن المختلف في الفيديو بتاعي ان انا توصلت المحلول تاني غير النقع، ده بيثبت القشره اكتر وبيخليها تدي الشكل التعريجي، القشره الخارجيه اللي هي الكرانشي قوي دي. وما تقلقيش لما تقلبي وتحسي ان الميه فصلت شويه عن اللبن، ده طبيعي لان احنا حاطين الخل مع اللبن، فده بيديله فصل بس مش بنفس درجه الليمون، بالعكس بيخليه شبيه باللبن الرايب كده، بس طبعا احنا عاملينه خفيف لان محلول بس تثبيت. ابتديت اخرج الفراخ بتاعتي بعد ما سبتها في التتبيله مش اقل من 3 ساعات، وزي ما انتم شايفين ابتديت ان انا احطها الاول على الدقيق اللي انا مبهراه بالتوابل. وزي ما انتم شايفين كده حاولت ان انا اخلي التتبيل يندمج معاها بشكل جامد، وبعد كده نزلت في محلول التثبيت، وبعد كده رجعت تاني. لما هنا هنرجع ونفضل نعمل الدجاجه بالشكل اللي انتم شايفين ده، ان احنا نحاول ان احنا نهزها بالتكرار، هتدينا تلقائي الشكل الكرانشي اللي احنا بنحبه في الفراخ. هنا هكون محضره زيت سخن غزير. اهم حاجه يكون عندي زيت غزير ويكون سخن، يعني مجرد ما انا انزل بالفراخ تعمل صوت. وانا بسوي الفراخ هسيب لكل جنب حوالي مش اقل من 4-5 دقايق. صدقوني هتستوي وما تقلقوش خالص. كميه الليمون اللي احنا حطيناها في محلول النقع دي بتفتح الانسجه وبتخلي اللحم يستوي بطريقه اسرع. زي ما انتم شايفين بدات تاخد معايا اللون الذهبي الجميل والشكل الكرانشي في السوا. هصفيها بس من الزيت وبس كده هتكون جاهزه معايا وسخنه ومقرمشه. هسيب صوت الفيديو مفتوح عشان تعرفوا قد ايه هي مقرمشه. طعمها متبل رائع زي بتاعت بره بالظبط، وفضلت بالشكل الكرانشي ده لمده اطول، يعني مش بعد ساعه و2 حسيت ان هي طريت، لا بالعكس فضلت كرانشي ومقرمشه جدا. قدمتها مع صوص جبنه، للي حابب يعرف الصوص ده انا عاملاه ازاي برضو هيكون في فيديو لكل الصوصات الحادقه اللي احنا بنحب نستخدمها في الاكل. لو اول مره تشوفوا لي فيديو، انا هبه احمد كنت معاكم من قناه ايتنج شو بالعربي. ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبتكم طريقتي للفرايد تشيكن.